الرقائق أو أشباه الموصلات، أو زي ما بيقولوا عليها الذهب الأسود في القرن ال21، تعتبر من أكتر الحاجات اللي في حرب عليها من دول كتير، أبرزها الصين وأمريكا. طب ليه؟ أشباه الموصلات بتدخل في كل حاجة في حياتنا، من التليفونات والكمبيوترات والعربيات وحتى الطيارات والشبكات والألعاب، ده غير استخداماتها في الذكاء الاصطناعي والأسلحة، وده اللي بيخلي معظم الدول تلجأ لها. وعشان تعرف قد إيه الرقائق دي مهمة، تعال نشوف شوية أرقام. 430 مليار دولار هو حجم السوق العالمي، 60% هو نسبة استهلاك الصين بس من الناتج العالمي، و60% هي نسبة هيمنة تايوان على الإنتاج العالمي. ويمكن بايدن من قريب أصدر قرار بتخصيص أكتر من 50 مليار دولار لإنتاج الرقائق ووقف تصديرها للصين، وده بيقول لنا إن زي ما في حرب كبيرة ما بين الصين وأمريكا في قطاعات كتير، فقطاع التكنولوجيا أو الرقائق كان ليه نصيب من ده. الخلاصة، قطاع الرقائق بيسيطر عليه تايوان، وسيطرة دولة واحدة على قطاع مهم زي ده ممكن يؤدي إن التكنولوجيا اللي وصلنا لها ممكن تنتهي تماما. لو الدولة دي قررت إنها ما تنتجش رقائق أو أشباه الموصلات، تفتكر إن دي حاجة ممكن تحصل؟